كنا وقفنا في الجزء اللي فات لما جدتي دخلت عليا وأنا واقفة قدام المراية بفكر في كل اللي حصل، في كريمة وصفا وفي تصرفاتهم الغريبة. وقتها قالت لي: انتي عندك طاقة لازم تخرجيها يا بنتي، روحي جيم ولا اعملي أي حاجة. ضحكت وقالتها بهزار، بس أنا خدت كلامها بجد. حسيت إنها شايفة فيا حاجة مش طبيعية، حاجة أنا نفسي مش فاهماها. ومن يومها بدأت ألاحظ تصرفاتها أكتر. كانت بتتكلم بطريقة غريبة، نظراتها فيها سر، كأنها عارفة حاجة عني ومخبياها. في الوقت ده كنت متلخبطة جدا، مش عارفة أرد عليها ولا أفهم هي بتلمح لإيه. كنت بحاول أتهرب من الكلام، بس دماغي مش قادرة تهرب من التفكير فيها، وبالذات بعد المواقف اللي حصلت بيني وبين خالتي نادية وكريمة بنتها، اللي فجأة بقت بتتجنبني ومش عايزة تبصي في وشي. لحد ما في يوم قابلت أم كريمة تحت مدخل العمارة، كانت واقفة مع جارنا وبيتكلموا بهمس. لما شافتني وشها اتبدل، ضحكت ضحكة مصطنعة وقالت لي: إزيك يا حبيبتي؟ بس نبرتها كانت فيها غل مش طبيعي. من ساعتها بدأت أشك إن في حاجات بتحصل ورا ظهري، حاجات مش مظبوطة. بدأت أراقبهم من بعيد، تصرفاتهم، كلامهم، مواعيد خروجهم. وفي يوم وأنا ماشية في الشارع لمحتهم صدفة في عربية راكنة على جنب وبيتكلموا بانفعال. ساعتها قلبي وقع، حسيت إن كل الناس اللي حواليا بتمثل عليا دور الطيبين، لكن وراهم حاجة أكبر. بعدها بكام يوم جات لي مكالمة غريبة من رقم مجهول، صوت راجل بيقول: ابعدي عن كريمة وأمها، انتي مش فاهمة انتي داخلة على إيه. قفلت المكالمة وأنا مرعوبة، قلبي بيدق بسرعة. مين ده؟ وليه بيحذرني؟ رحت على بيت جدتي أحكي لها، لقيتها قاعدة بتبكي بهدوء. ولما سألتها في إيه، قالت لي: في حاجات يا بنتي لازم تفضل مدفونة، ما تفتحيش أبواب الماضي. الكلمة دي علقت في دماغي ومعرفتش أنام بعدها. في الأيام اللي بعدها بدأت ألاحظ إن جدتي بتخاف لما أذكر اسم خالد، جارنا القديم اللي كان صاحب جدي. كل ما أجيب سيرته وشها يتغير وتقولي: ما تذكريش الاسم ده تاني. بس في يوم وأنا بدور في الدولاب القديم بتاعها لقيت ظرف أصفر قديم مكتوب عليه: لما تعرفي الحقيقة سامحيني. فتحته بإيدي المرتعشة ولقيت صور قديمة جدا، جدي وجدتي وراجل غريب هو نفسه خالد. بس الصور كانت غريبة، كلها متصورة في نفس البيت اللي أنا عايشة فيه دلوقتي. فضلت أبص في الصور واحدة ورا التانية لحد ما لقيت صورة فيهم فيها جدتي وهي شابة ماسكة إيد الراجل ده وبيضحكوا لبعض. الصورة دي كانت كفيلة تغير كل حاجة جوايا. يعني إيه؟ يعني جدتي كان ليها علاقة بالراجل ده؟ يعني اللي كانت طول عمرها بتعلمني الصح والغلط كانت مخبية سر بالشكل ده؟ بدأت أدور أكتر لحد ما لقيت كشكول مكتوب فيه بخطها القديم. الكلام كان غريب، كانت بتحكي عن خيانة وعن حب ممنوع وعن وعد ما تنفذش. ساعتها فهمت إن كل حاجة بتحصل حواليا مش صدفة، إن اللي أنا فيه دلوقتي امتداد لحكاية قديمة بدأت قبل ما اتولد بسنين، وإن الناس اللي حواليا مش زي ما باينين. كريمة وأمها وجدتي وحتى خالي هاني اللي كان دايما بيحاول يبعدني عنهم، كلهم ليهم دور في السر ده. وفي نفس الليلة وأنا قاعدة بفكر لقيت خالي بيكلمني وبيقولي: بلاش تكملي يا بنتي، أنا عارف إنك وصلتي لحاجات خطر. سألته: خطر؟ يعني إيه خطر؟ أنت عارف حاجة؟ قال لي: اللي بدأ من سنين لسه ما خلصش. ومن اللحظة دي حياتي اتبدلت. كل يوم كنت بكتشف سر جديد، كل باب بفتحه بيكشف لي وش تاني من الحقيقة. وفي يوم قررت أواجه جدتي. دخلت أوضتها بالليل، كانت قاعدة قدام الشباك والدنيا ضلمة. قلت لها: أنتي كنتي بتحبي خالد؟ بصت لي بعيون فيها خوف وقالت: أنتي عرفتي؟ قلت لها: عرفت، بس لسه مش فاهمة كل حاجة. قالتلي: لما تعرفي الباقي يمكن تكرهيني. وسكتت. ومن هنا بدأت القصة الحقيقية. إيه اللي حصل بيني وبين جدتي؟ وإيه السر اللي مخبيه عني؟ ده اللي هتعرفوه في الجزء اللي جاي. بس قبل ما تسيبوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أنا وعداكم إن الجاي أخطر بكتير من اللي فات. بحبكم جدا جدا، وباي باي يا أجمل المتابعين.